بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل صينية مختلفة تماما عن أي صينية تقليدية. يعني الديزاين بتاعها مختلف. وكمان بصراحة حبيت أصور البوكيه بتاع نفس العروسة. يعني حبيت كده أخدكم أنا عملتها ازاي، رغم إن هي بسيطة جدا وبتعتمد اعتماد كلي على ليزر. بس بصراحة يعني حبيت كده برضو تعرفوا عنها شوية معلومات ويعني تشوفوا شكلها حتى على الأقل. برضو كان من الايفنت بتاع نفس العروسة كنا بنعمل الويلكم بورد. لو انتوا فاكرين عملنا الويلكم بورد دي مع بعض قبل كده، كان كوكي كان بيساعدني فيها. كنا بنقشر برضو الاسم بتاع العريس والعروسة، عشان نحط بقى اسماء العروس يا دي النيلة العريس والعروسة الجداد. فيعني انا بقى حبيت اعملهم بالعربي المرة دي، يعني يبقى مختلف شوية. بما ان اسم العريس كده مميز ومختلف. والبوكيه بتاع العروسة ده هو بوكيه كده ظريف، شكل البيبي فلاور فيه مختلف. طبعا عملت معاكم كتير جدا اللي هو بوكيه التوليب ده قبل كده، فروحوا شوفوه بقى عندي في القناة. بسم الله كده. الصينية طبعا اكليريك، ما فيهاش كلام. يعني اكليريك يعني ليزر. بنروح اي مكتب دعايه واعلان بيبقى عنده الاكليريك وبيبقى عنده الليزر. ممكن تجيبه من اي حد بيكون عنده اكليريك عادي جدا، تقولوا له هيعمله لكم. تمام. انا كنت عامله فيديو كامل عن الاكليريك وتفاصيل الاكليريك، ما تنسوش تشوفوه. طيب اول حاجه طبعا الاكليريك بيبقى طبقتين، احنا عارفين تماما الاكليريك طبقتين، طبقه شفافه وطبقه بيضاء. الطبقتين دول بيحموا الاكليريك عشان ما يتجرحش، ما بيتشالوش وهو انت بتعملي ليزر، لا، بيتشال بعد ما تقص ليزر، يبقى أأمن شوية. ويعني الموضوع بيبقى ايه، أأمن شوية وكده، عشان كمان نحافظ على اللمعة بتاعة الإكليريك والصفاء بتاعه. تحسي كده حاجة مراية. لا مش مراية، المراية بتعكس هي بتعكس برضو، بس دي حاجة شفافة كده، حاجة فيها شفافية. تمام. الصينية المرة دي مختلفة بإنها ايه، هي مربعة عادي جدا، بس فيها اسم العريس والعروسة محفور عليهم. ممكن العريس والعروسة بعد كده يستغلوها انها تتحط على التسريحة، تحط فيها الاكسسوار بتاعها. يعني حتى ممكن تتحط في النيش كمان. فبصراحة هي شكلها حلو قوي، واللي بيعملها هتحتاج، يعني العروسة اللي بتعملها بعد كده هتحتاجها كتير جدا. تمام. هي بصراحة شيك جدا ومختلفة. تمام. ممكن بس انا هحتاج ان انا اشيل التفاصيل الصغيرة، شلتها بدبوس طرحة عادي جدا. تمام. دي كمان مختلفة من ناحية الايدين. بدل ما كل مرة كنا بنعمل الايدين لولي او كريستال، فالمرة دي مختلفة. احنا عملنا الايدين اللي هي المقابض بتاعة المطابخ والحاجات دي، بيبقى موجودة برضو في مكاتب دعاية واعلان. تمام. وهو بيحفر لك الخرمين بتوعها وبتعملوها. احسن ما تستخدموا شنيور، او استخدموا شنيور عادي جدا. تمام. بعد كده بيبقى عمل لي اماكن للخواتم بحسب طبعا الشبكة. يعني بتسألوا العروسة انتوا الشبكة بتاعتك ايه، دي اهم سؤال تسألوه وانتوا بتحجزوا صينية شبكة. ازاي يا مي؟ ايه الاختلاف؟ هقول لكم. في ناس بتعمل شبكة خاتم 2 3 4، يبقى انتوا عاملين اماكن للخواتم دي عشان تبقوا عاملين احتياطاتكم. هنا كريم كان بصراحة عايز يساعدني، يعني أو هو فاكر أو معتقد إن هو هيساعدني، وأنا بصراحة سبته أشوف كده هيعمل إيه طبعا. بس أنا نفسي كنت بشيله بالعافية، فهو أكيد ما كانش عارف يعمل كده. إيه، كان محتاج ضوافر شوية عشان تقدروا تشيلوه. على فكرة في الحاجات اللي هي فيها حاجة زي كده بيبقى في عدد وأدوات ليها شبه الملقاط كده، بس بيبقى للورق. تمام. انا ممكن اكون مش عارفه اسمه قوي، بس هو يعني نفس الشبيه ليه. هو اخر ما زهق طبعا سابها لي يعني، بس او يعني سبته يحاول. تمام. انا هنا بصراحه المفروض الاماكن الخواتم دول بيتعمل برضو باسم العريس واسم العروسه. يعني انا كنت عامله هنا دبل على اساس ان انا هحطهم فوق بعض، فهيبقى خاتم واحد ودبله واحده. وكنت عامله اللي لو انتوا شايفينها اللي فوق ايدي اللي فوق خالص دي اماكن الخواتم التقليديه. بعدين رجعت قلت لا، هم 4 خواتم. طبعا كمان ممكن بتاع الليزر يقدر يعمل لكم اي حاجه، يعني مكان استند للسلسله، مكان للاسوره. طبعا زي ما انا وريتكم قبل كده في فيديوهات كتيره قوي فاتت. ده كان قلب كده، قلت برضو احاول افصل بينهم وبين بعض. بيبقى التاريخ طبعا ممكن تعملوا تاريخ، ممكن ما تعملوش، ممكن تكتبوا كمان كلمه. يعني في كلام بيبقى مثلا رومانسي كده يعني. طبعا استخدموا اي امير. خلي بالكم في الامير وانتوا بتستخدموا في صواني الاكليريك بالذات، لانه بيبقى شفاف.
لو نقطة أمير جت على الشفاف هتلخبط لكم الدنيا وهيبان. فانتوا حاولوا تعملوها على الحرف خالص الجولد ده الذهبي علشان ما يبانش. الامير ده اول مره استخدمه بصراحه، بس كنت مزنوقه في امير، فاللي هو بقى انتوا ايه يعني اللي لقيته قصادي ساعتها. فده بقى كان شكلها بصراحه يعني استخدمنا اسم العريس والعروسه، فعملت بقى ايه اسمين، يعني الاسمين كمان عملتهم للخواتم. وعلى فكره دي حاسه انها ممكن تمشي اسوره، وممكن برضو لو انتم مش عايزين تعملوا ستاند للسلسله ممكن تتحط عادي جدا على الصينيه كده الناحيه الشفافه برضو. تقدروا طبعا تعملوا اي ديكور او اي لون ورد انتوا عايزينه. طبعا الصينيه دي ممكن تعمل سيلفر، ممكن تعمل جولد، ممكن تعمل اسود كمان، يعني شوفوا بديكوا اقتراحات كتيره جدا. طيب الورد الورد طبعا حسب ذوقكم وحسب فستان العروسه بقى انتوا عارفين، والماتشنج والجو ده. تمام. انا استخدمت برضو هو احمر عشان هيليق على الفستان، هو كان فستانها بيج شويه فانا قلت الاحمر اكتر حاجه هتليق. واستخدمت الهيش او اللي هو ديل القطه ده علشان برضو يبقى فيه بيجات. بوكيه العروسه التوليب ده برضو يعني كان ماشي، وحاسه قوي ان هو يمشي خطوبه ويمشي فرح كمان اكتر. قولوا لي كده بوكيه العروسه ده دلوقتي عندكم يكلف سعره كام؟ الصينيه دي هل شفتوها قبل كده؟ يعني شفتوها قبل كده على اي صفحه على اي مكان؟ مش عارفه السؤال ده صح او غلط، او ما علينا من السؤال ده. هل مثلا انتوا نفذتوها؟ طب انتوا عارفين سعرها كام؟ تتسعر بكام الجو ده؟ قولوا لي في الكومنتات. تمام. طبعا زي ما انتوا عارفين تعملوها، ممكن تعملوها بامير وممكن تعملوها بمسدس شمع زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو لطيف كده واستفدتوا منه، ما يكونش ممل وكده، يعني بحاول كل مره اعمل لكم حاجه مختلفه وبتستفادوا يعني من الفيديوهات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو السبسكرايب اول مره تشوفوني، انا باجي على الكلمه دي وبهنج مش عارفه ليه. تمام. ف يا ريت بقى انا هحاول انزل لكم كده بصراحه ريل صغير، او ريل على الانستا او مثلا على التيك توك بقى، شوفوا انتوا عايزين ايه يعني. وبرضو هحاول انزله لكم برضو زي فيديو قصير اللي هو على اليوتيوب على اللي هو التوليب ده، لان بصراحه ما كانش عندي مساحه الموبايل مليان، فيعني مش عندي مساحه ان انا كنت اصور الفيديو من اول لاخر. قلت انا كده كده عملت معاهم توليب قبل كده كتير، فقلت خلاص بقى انا هعمل لهم كده فيديو بس الخطوات وخلاص. كده كده انتوا عارفين، بس الصينيه بصراحه ما كنتش قادره ان انا اضيعها عليكم علشان حاسه ان هي مختلفه وجديده. يا رب يكونوا استفدتوا من كل خطوه ومن كل حاجه. عايزه اقول لكم اني في الاخر زودت كام ورده كده، قلت لان انا كنت حاسه انها صغيره بس ما صورتهاش. انا يعني انا عملتها قبل ما انزلها العروسه بدقايق، يعني حاجه كده سريعه. تمام. وعملنا لها ديكور حلو قوي وظريف برضو، هنزله لكم كده في فيديو قصير. يا ريت تعملوا لايك، ويا ريت كومنتكم لطيف بدعواتكم، عشان انتوا عارفين الدعوه هنا اللي هي اللي بتخليني الواحد يقدر يكمل معاكم. عايزه اقول لكم ان انا هنا كنت بحاول ان انا اخد سيلفي معاها والحمد لله ما ظهرتش اصلا، مش عارفه ليه. اسم العريس لطيف قوي وجديد عشان بس ما تستغربوش. وربنا يا رب يرزق، يعني يرزق كل واحد نفسه يفرح. تمام. ودي تفاصيلها من قريب. نقدر نعمل بقى طبعا بأي أسماء، أي اسم عريس وعروسة، ونقدر طبعا نغير الورد، يعني في مرونة كده في الموضوع. بجد بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم والصينية تكون عجباكم. وعايزة أقول لكم ما تنسوش تاني للمرة المليون، ما تنسوش تدعولي كتير 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 كتير. شكرا. وبحبكم بجد، وبحب كل واحد بيعلق لي بتعليق لطيف وبيدعيلي. شكرا بجد.